السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم من جديد على قناتي. اليوم وصفتنا غتكون عبارة عن حلوى كتعجب الكبار والصغار وكتجي لذيذة بزاف ورائعة، لا في الشكل ولا في المذاق، احسن من اللي كتباع في المحلات. بلا ما نطول عليكم، تابعوا معايا المكونات وطريقة التحضير. المكونات: غادي نحتاج كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب، دائما العبار بكاس العنبه. وغادي نحتاج قشور ديال حامضه محكوكه، وجوج معالق كبار ديال العسل، يمكن لكم تعوضون بالمربى، وبيضه كامله، ساشي ديال الفاني من وزن 7 غرام، وساشي ديال بيكن باودر من وزن 7 غرام. والدقيق كيبقى على حسب الخليط. غادي ناخذ بول، غادي نوضع فيه بيضه كامله، وغادي نوضع السكر ديال كاس ديال السكر سنيده مع قبصه ديال الملح باش كنعدلو الذوق، وغادي نضيف ساشي ديال الفاني من وزن 7 غرام، وكاس ديال الزيت، وجوج معالق كبار ديال العسل، وقشور حامضه محكوكه، وغادي نضيف كاس ديال الحليب، ونخلط المكونات حتى تنسجم ليا مع بعضها. من انسجمت لي المكونات غادي نبدا نضيف في الدقيق بالتدريج. انا ضفت الكاس الاول وغادي نخلط المكونات، وهنا ضفت الكاس الثاني، هنا ضفت الكاس الثالث. حتى جيت الخليط 300 غرام من الدقيق، وغادي نضيف خماره. لازم الخليط يكون ثقيل شويه، تقل من الخليط ديال الكيك العادي، باش منين نكونوا نحضروا البويو ديالنا ما يديفورماش، يبقى محافظ على الشكل اللي شكلنا فيه. صافي، ها هو الخليط ديالي كيهبط خط واحد. صافي، ها هو الخليط ديالي. غادي نخلطو بهاد السباتيلا باش كنتفادى اي تكتل يكون عندي. صافي، ها هو الخليط ديالي، ها هو واجد. باش نزينوا البويو ديالنا غادي ناخذوا 3 المعالق من الخليط، وغادي نضيف عليه معلقه صغيره ديال الكاكاو، وغادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال الحليب، ونخلطوا العناصر حتى تنسجم مع بعضها. هذا هو الخليط اللي نحصل عليه كما كتشوفوا. هو خاصو يكون ثقيل شويه باش كيجينا في التزيين مزيان وما يعذبناش. سهل عليا نحضر البويو ديالي. غادي ناخذ اناء وغادي نوضع فيه البلاستيك الغذائي او الجيب الحلواني، وغادي نصب فيه الخليط كما موضح في الفيديو. بنفس الطريقه غادي نستعملوها العجين الاسود باش غنزينو. ديت اللاطه ديالي، فرشت ليها ورق الطبخ ورسمت دوائر بهاد الكرتونه باش مني غنلصقوه يجينا مقاد. صافي، وديك الجهه اللي رسمت فيها الدوائر غادي نقلبها وغادي يبقى يبانوا لي دوك الرسمات. صافي، خديت البوش ديال العجين، حاولت نقطعو شويه من التحت باش كنتحكم في الخليط، وكنبدا نرسم نشكل فيه بحال هكا. ودوك الفراغات اللي عندي خاوين كنعاود نعمرهم حتى تنكمل الدائره ديالي كما موضح في الفيديو. وغادي نستمر هكا حتى تنكمل العجين كامله اللي عندي.
تشكيل البويو ديالي. دابا غادي نزينو بالخليط ديال الاسود. يمكن لكم تزينوه باش ما بغيتو رقائق اللوز او رقائق الكاوكاو او ترشوه تيطيب السكر كلاصي، كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نكمل التزيين ديالو وغادي نرشمو بحال شكل الرخامه وغادي ندخلو الفرن. بالنسبه للفرن الغازي يكون مسخن من قبل، كنشعلو عليه غير من التحت مده 10 دقائق او 15 دقيقه دغيا كيطيب. وبالنسبه للفرن الكهربائي كنشعلو عليه على 150 درجه من التحت ومن الفوق، حتى هو راه دغيا كيطيب. نتلاقاو بعد ما يطيب غادي نوريكم كيفاش جا. هو البويو ديالي بعد ما خرجته من الفرن كيجي الشكل ديالو رائع ومحمر من التحت والفوق. هانتوما ما كيلصقش ليا على الورق الطبخ نهائيا، دغيا كيتزول كيجي محمر من الفوق ومن التحت كما كتلاحظوا معايا. دابا غادي نزينو بمربى المشمش، غنلصقوه كل جوج مع بعضياتهم، وممكن لكم تلصقوه بشوكولاط الدهن، كيبقى لكم الاختيار. هذا هو الشكل النهائي ديال البويو ديالي، كيجي زوين بزاف واللون ديالو ذهبي ورائع لا في الشكل ولا في المذاق. انا غادي نقسم معاكم واحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. ها انتما كي كتجي رطبه بحال القطن وخفيفه ومفشفشه، وهذاك المذاق ديال الفاني والحامض كيعطيها واحد اللذه رائعه احسن من اللي كتباع في المحلات. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي وعجبكم المحتوى، ما تنساونيش من الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في وصفه قادمه. دمتم في رعايه الله.